طيب، وهو اللي يساهم في التغطية ديال افتتاح هذا الصحفي الصحيح. المهم أنا كنت كنا نتاعي بغيت نتكلم يعني بعفوية وتقبلوا مني أولا الحب الخالص، لأنه من بعد السي سعيد كوبريت الأنيق الفصيح المتألق صعيب تهضر في النهاية انه معروف تبارك الله عليه. وراه قال لكم هو الزاني ولا كاين اللي كيعرفوا الزاني، ولكن غادي يقولوا بانه راه تطواني، لان عاش في تطوان ودرس في نص المدرسه اللي درس فيها الابتدائيه. مولاي الحسن سيد ربك بيكا. اذا هو شوف الفتره اللي قضاها في تطوان اكثر من الفتره اللي قضاها ما اظن في الزاني. احمد ها الورد. شكرا اولا للاعلام الجهوي لان واحد عضو منه هو تكريمي اليوم حقيقه مباراه بيت الصحافه، هو تكريم اولا لكل صحفي وكاله المغرب العربي الانباء، وهو ايضا تكريس للثقافه الاعتراف والامتنان من بيت الصحافه الذي اراد له صاحب الجلاله ان يكون منبرا لكل الصحفيين. وبالمناسبه اتوجه بالشكر لكل صحفي المنطقه، يعني من الحسيمه الى قصر الكبير مرورا طبعا على اسوان وطنجه وسناء. انا ممتن لحضورهم ودعمهم لشخص المتواضع بعد مسيره طويله امتدت ل 35 سنه، سواء الصحافه الممثوله بوكاله المغرب العربي الانباء. وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل في أجراءاته. طبعا إلى جانب أن قطاع التواصل لم ينقطع يعني منذ 2005 عن أداء الدعم المباشر للصحافة أو للصحفيين. صور المديرية الجهوية لقطاع التواصل بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن تشارك اليوم في فعاليات يوم دراسي بمناسبة اليوم الوطني للإعلام. هذا اليوم الدراسي كان مناسبة في الحقيقة التأم فيها مجموعة من المهنيين والفاعلين لطرح مجموعة من التساؤلات ولملامسة مجموعة من القضايا ذات الصلة بإعلام القرب أو الإعلام الجهوي. وقفنا عند التحديات التي يعاني منها الإعلام الجهوي، وعند يعني الحلول أو السبل التي من شأنها أن تخفف من هذه التحديات وأن تقارب بناء نموذج يعني جديد لإعلام جهوي يلامس قضايا القرب وينخرط بكل إيجابية في الترافع على القضايا الوطنية وعلى يعني الجاذبية في العمل المهني وعلى الجدية أيضا في إطار احترام أخلاقيات المهنة. هذا اليوم كان مناسبة في الحقيقة استعرضت من خلاله المديرية الجهوية المجهودات التي يقوم بها قطاع التواصل على المستوى التنظيمي وعلى المستوى القانوني، من خلال استعراض جميع الإجراءات التي انخرط فيها القطاع على مستوى الترسانة القانونية، مرسوم الدعم، أيضا مراجعة القوانين ذات الصلة، يعني المشروع القانون الذي سيتم بموجبه تتميم وتعديل قانون الصحافة والنشر 88 13 الحي لتفاني والتزام ومصداقية صحفي وكالة المغرب العربي للأنباء، شخص لخص بمسيرته الممتدة على أكثر من 3 عقود ونصف كل جوانب صحافة الوكالة بالمغرب، حيث اشتغل على المستوى الجهوي والوطني والدولي، وتقلد في كل المراحل التي مر منها مناصب المسؤولية، لكنه وأشدد هنا على هذه اللفظ أنه حافظ دوما على جوهر صحفي الوكالة، ونحن نسميه بصحفي الظل. نحن لسنا صحافة الواجهة، نحن صحفي الظل، والسي عبد العزيز حيون ربما كان مشعا في هذا الظل. بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بادرت مؤسسة بيت الصحافة إلى تكريم واحد من أبرز صحفي وكالة المغرب العربي الأنباء، ويتعلق الأمر بالزميل عبد العزيز حيون الذي ركم تجربة مهنية متميزة تفوق 3 عقود ونصف، عمل خلالها على المستوى الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وأيضا على المستوى الدولي بأوروبا الشرقية لا سيما بروسيا وببولونيا.
كما تقلد الزميل حيون مناصب متعددة بقسم التحرير المركزي بالرباط. نحن في وكالة المغرب العربي للأنباء نعتبر أن هذا التكريم هو بمثابة تكريم لكل صحفي الوكالة الذين يشتغلون بكل تفان ومهنية ومصداقية، وأيضا في الظل هو تكريم مستحق بالنظر إلى هذا المسار المهني الحافل، وأيضا بالنظر إلى الخصال الإنسانية الرفيعة التي يتميز بها الزميل عبد العزيز حيون. أكيد الكل لما يتحدث عن الإعلام الجهوي نتحدث عن مناظر إعلامية أو صحفية متعددة تنتمي إلى مصفوفات صحفية إعلامية سواء مكتوبة نقدية سلبية أو رقمية. اليوم هذا نحقق الانفجار العددي بالكلمة، لكن هل الإعلام الجهوي هو اختزال لعدد كبير من المنابر الإعلامية؟ كيف أن الإشكال أكبر من ذلك وأنفسه، لأننا تصدق من النظر التعارف فيه فلسفة والإطار المرجعي الفكري الذي تتأسس عليه الفئة الإعلامية بالمغرب، وتحديدا على المستوى الجهوي.